السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم يا غاليين عاملين إيه؟ وحشتوني جدًا، جدًا. إيه ده؟ إيه الخليط اللي أنتِ بتصُبّيه ده؟ أنتِ هتعملي إيه؟ أنا النهارده هاعمل لكم أحلى كيكة. طب استني، استني، الكيكة بتتعمل في صينية أو في قالب، أنتِ إيه عاملاها في الحلة؟ آه، هاعملها في الحلة. طب ليه؟ إزاي؟ مش هينفع، هي في كيكة بتتعمل في الحلة؟ آه، هنعملها النهارده في الحلة، عشان الناس اللي بتشتكي من البوتاجاز بتاعها إن الفرن مش شغال، أو الفرن ما بيحمّرش الوش شوية، أو الفرن فيه مشاكل كتيرة، أو الفرن مش عارفة إيه، كل المشاكل دي هنحلها النهارده، وهنعمل الكيكة بتاعتنا على البوتاجاز من فوق، علشان ما فيش حد بعد النهارده ما يقدرش يعمل كيكة. هنعمل الكيكة بطريقة سهلة جدًا وبسيطة، وكمان هنعملها فوق وهنعملها في الحلة، فوق طبعًا على البوتاجاز من فوق. بس قبل ما نبتدي ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وكمان ما تنسوش الاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش أهم حاجة تفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات اللي بانزّلها. يالّا، أول حاجة هانزل ببيضتين بدرجة حرارة الغرفة، بعد كده نُص معلقة من الفانيليا السايلة، لو عندِك فانيليا باودر تقدري تستخدميها. بعد كده هانزل بنُص كوباية من الزيت والسمنة، هنا عشان تدّيها هشة كده وتبقى طرية معانا وfluffy معانا الزيت والسمنة. هابتدي بقى أجيب المضرب وابتدي أضربها بيه، لو أنتِ بقى ما عندكيش مضرب تقدري تضربيها بالويسك. هاضربها كويس جدًا بالشكل ده. بعد كده هاجيب كوباية من السكر، دي الكوبايات اللي إحنا بنشرب فيها الشاي، أنا عملتها لكم كده عشان تبقى سهلة عليكم. وهاضرب الخليط كويس جدًا عشان أنا عايزة السكر يدوب أوي مع الزيت ومع السمنة والبيض. ضربناها كويس وده شكل الخليط معانا. بعد كده هابتدي أجيب كوباية من اللبن، هانزل بيها، وده لبن ساقع ما يكونش لبن دافي أو سخن. وهابتدي أجيب المضرب وأضرب تاني. هنا بقى قبل ما هاضرب هاحط بس نُص معلقة كده من الخل، إحنا عارفين الخل بينشّط لي البيكنج باودر والخميرة لو أنا باستخدم أو باعمل معجنات. هاجيب بقى المضرب بالشكل ده وابتدي أضرب الخليط كويس جدًا، هو طبعًا سائل شوية وهيبقى سهل جدًا بالضرب. بعد كده بقى هابتدي أجيب كوبايتين نفس المقدار من الدقيق زي ما أنتم شايفين، ده دقيق عادي جدًا، دقيق اللي هو الأكياس بنجيبه من السوبر ماركت أو نجيبه من عند العطار. هابتدي إن أنا أهم حاجة هانخله، إحنا اتفقنا أي مخبوزات أي معجنات لازم ننخل الدقيق كويس. هانخله كده كويس جدًا وأبتدي أشتغل علشان أشتغل بيه. حطيت أول كوباية نخلتها، وبعدين هابتدي أضيف الكوباية التانية أهو بالشكل ده كده. بعد ما نخلنا الدقيق معانا كويس هاجيب الاسباتيولا وابتدي اقلب الخليط كويس جدا عشان الدقيق يتشرب كده من السائل اللي احنا عملناه. دلوقتي بقى هجيب معلقة كبيرة من البيكنج باودر هنزلها كده على الخليط بالشكل ده، وابتدي ان انا اجيب بقى المضرب واضربها تاني عشان بقى الدقيق ما يبقاش فيه كده اي تكتلات او اي قطع كده من الدقيق، وكل المواد عندي تتجانس مع بعضها والخليط يبقى خليط سائل شوية. هي ما بتبقاش تقيلة زي الكيك اللي احنا بندخلها الفرن. بصوا ده القوام بتاعها، بتبقى خفيفة شوية عنها. دي بقى الحلة دي مقاس 20. هبتدي ان انا اجيبها كده بالشكل ده، ولازم يكون ليها غطا يعني تكون محكمة الغلق عشان لما اجي اقفلها كده تتقفل كويس معانا. دلوقتي بقى هجيب فرشة وابتدي احطها في السمنة او المادة الدهنية وابتدي ادهنها، ممكن تدهنيها زيت او ممكن تدهنيها سمنة. هدهنها كويس جدا زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي، بدهنها من القاع وبدهنها من الجوانب. بصوا كويس جدا 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 اهو بالشكل ده علشان الكيك بتاعي ما يلزقش معانا. هدهنها كويس، ولازم ندهن الجوانب كويس يا جماعة، خطوة مهمة جدا الخطوة دي. ده برضو سر من أسرار إن العجينة معاكي أو الكيك الخليط الكيك معاكي هينجح. هنحط كده شوية دقيق، تعفيرة من الدقيق، وهبتدي أفردها كويس كده في الحلة بتاعتنا. هبتدي أهزها كده عشان تتفرد معانا كلها وفي الجوانب في الحلة بتاعتنا زي ما انتوا هتشوفوا كده دلوقتي. بصوا تعفيرة الدقيق اهي بالشكل ده كده، الحلة لازم تبقى بالشكل ده. طيب هصب بقى الخليط دلوقتي بتاع الكيك. بصوا الخليط هتلاقوه سايل، بصوا سايل ازاي، مش زي الكيكة اللي بتدخل في الفرن.
ده الخليط ده اخف شوية منها بالشكل ده. ودلوقتي بقى هبتدي انزل كده بقية الخليط علشان هنروح طبعا على البوتاجاز مش في الفرن. عايزه اقول لكم طعمها كان خطير بجد بجد، هتعجبكم جدا لما تجربوها. هنزل الخليط كله، احنا ما بنسيبش حاجه خالص، بننزل الخليط كله كده علشان نبتدي ان احنا ناخدها بقى. هنكون على عين صغيره موطيينها، بس في شرط واحد، لازم نكون حاطين طاسه من تحت او جريل اهو زي ما انتوا شايفين كده. انا دي بتاعه الكريب دي اللي هي بتبقى ممكن او تستخدموا اللي هي زي الشياطة، بس اللي هي التقيلة شوية مش الخفيفة، عشان احط عليها الحلة علشان ما تتحرقش معانا الكيكة. هتقعد بالظبط تلت ساعة على الجنب ده، وبعد كده هنرجع هوريكم شكلها وهي عشان نقلبها. ولازم طبعا نغطيها بالشكل ده، هنغطيها كويس علشان نشوفها بعد تلت ساعة ونشوف شكلها بقى عامل ازاي. يفضل طبعا ما تفتحيش عليها علشان ما تبتديش ان هي تهبط معاكي. اهو كده انا هسيبها. ده بعد ما استوت معانا بعد تلت ساعة. بصوا شكلها من الجناب ابتدى يحمر اهو. لازم طبعا نقلبها. دي خطوة برضو مهمة جدا، ان احنا ما ينفعش طبعا هي كده لسه نية من فوق، فلازم نقلبها. جبت بقى طبق كده، اي طبق عندك ويكون مسطح، وابتديت اقلبها. انا قلبتها كده عشان اوريها يعني تشوفوها قدامكم. وادي ده شكلها معانا بعد ما قلبناها. هنجيب الحلة تاني، في نفس الحلة هبتدي ادهنها برضو بالزيت. خلاص كده هي خدت درجة السخونية، ملوش لازمة طبعا ان احنا نحط كمان دقيق. هبتدي بقى احطها في الحلة تاني. بصوا بقى، بس لازم وانتي بترجعيها تاني تاخدي بالك وترجعيها بالراحة جدا. بصوا بالراحة جدا، خلوا بالكم. اهو بالشكل ده نزلتها بالراحة تاني وابتديت اسويها. بصوا طرية ازاي، طرية واستوت معانا حلو جدا. بصوا بقى الجمال والحلاوة، كيكة حلوة جدا. انا كان عندي صوص شوكليت، هما بيحبوها بالشوكليت، قلت بقى لا لازم احط عليها كده صوص شوكليت، مع ان هي كانت مسكرة وجميلة لوحدها من غير اي حاجة، بس هما بيحبوا صوص الشوكليت، فانا قلت بقى كده ازينها بالصوص الجميل ده بالشكل ده كده، وابتدي احط عليها كده علشان تبقى طعمها بقى تزيد من حلاوتها اكتر. ودي شكلها معانا. هنا بقى انا جبت السكينة وابتديت عشان اقطعها كده، اقطع لكم حتة. بصوا شكلها حلو ازاي، وطرية بقى فلافي كده، وكانت روعة بجد، والصوص بقى زود حلاوتها اكتر. بصوا شكلها عامل ازاي، يعني بجد مهما اقول لكم كانت رائعة بجد، وسهلة جدا وبسيطة، وطعمها كمان. خدت بقى قطعة كده وقعدت، انا عايزة اقول لكم كلت نصها، خدت قطعة كده وقعدت اكل فيها. حلوة، بصوا طرية جدا وطعمها جميل كده بجد، يعني فعلا فعلا غير الفرن خالص خالص بجد. وصفة سهلة وبسيطة، اتمنى يا رب الوصفة تكون عجبتكم. عملنا الكيكة، بصوا طرية، بقول لكم ان هي طرية ازاي، عجبت قوي الولاد. وهنا بقى انا زينتها بزر الورد زي ما انتم شايفين. اتمنى يا رب تكون الوصفة عجبتكم، ويا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بشكركم جدا، يا رب الوصفة تعجبكم، وقولوا لي عايزين ايه اعمله لكم، وعايزة كومنت الجميل، واستنوني في